عشت 16 سنة بدون أي أهداف. كان دايما بيسألوني عايز تطلع إيه لما تكبر، فما كنتش بعرف أجاوب، كنت بقول لما يجي وقتها أو على حسب المجموع. وخلال السنين دي كلها كان اهتماماتي بتتغير دايما. مرة أقول لنفسي عايز أبقى دكتور نفساني، لكن أول ما طلع الذكاء الاصطناعي قلت بس أنا لقيت هدفي، وفضلت أسمع له فيديوهات كتير وأفهمه أكتر وأشوف يعني إيه ذكاء اصطناعي وبيعمل ايه، وحبيته خلاص. بس اللي ما كنتش عامل حسابه وهو المجموع اللي هيوقفني عن حلمي. تقدر تتعلمه من بره، لكن انا كنت عايز اكبر نفسي واتعمق فيه اكتر. لكن دي كان اول مشكلة تقابلني تخليني ارجع لنقطة الصفر من تاني، واسأل نفسي نفس السؤال من تاني: انت عايز تطلع ايه لما تكبر؟ وكانت اجابة السؤال ده لما ظهر قدامي فيديو غير حياتي تماما. من شخص ما يعرفش نفسه يطلع ايه لما يكبر لشخص قادر يحط اهداف لنفسه ويحققها. وبسبب الفيديو ده انا اكتشفت ان كل السنين دي انا كنت بدور على حاجة واحدة بس، وهي ان عايز انجح والناس كلها تسمع عني ويبقى عندي شركات كتير. وعلشان اوصل لحلمي ده واحققه لازم ادوس على الفيديو واسمعه، واللي كان بيتكلم عن التسويق. وده قلب حياتي كلها، لان اكتشفت التسويق ده داخل في كل حاجة في حياتك. سواء تسوق لنفسك، لشركتك، للبسك، لساعتك، هتعمل كل ده بالتسويق. واخيرا لقيت حلمي وتعمقت اكتر وبدات اخد كورسات واسمع فيديوهات وتعلمت حاجات كتير. وجت اللحظه اللي كنت مستنيها من بدري، وهي اعمل براند وابني شركه. كلمت صحابي وقلت لهم في فكره مشروع. وعلشان تعرف المشروع وهل نجح ولا لا، ده اللي هنعرفه مع بعض في الجزء الثاني.